في ناس لحد دلوقتي مش بتعرف تشتري البرا او حمالة الصدر لانها مش بتعرف تاخد مقاساتها صح، ومش بتعرف تترجم الحروف والارقام اللي موجوده هنا، الليبل اللي موجود على البرا بطريقه مظبوطه. تعالوا اقول لكم في الفيديو ده ازاي تاخدوا مقاساتكم وازاي تعرفوا تترجموا الحروف والارقام اللي موجوده على البرا. بس هنا انا هتكلم عن البراندات، مش هتكلم عن الصيني، لان الصيني بالنسبه لي انا يعني ممكن تشتريه بالشبه كده، انما هو صعب قوي ان انت تلاقي له ملامح. هنحتاج مازوره تكون بالانش مش بالسنتيمتر، هحط لك صورتها دلوقتي عشان تعرفي شكلها ايه، وهنحتاج ورقه وقلم عشان نسجل البيانات. اول مقاس بناخده هو المقاس اسفل الصدر، الجزء الحزام اللي بيلف حوالين الصدر وبنقفل بيه الاستك ده. وتاني مقاس هو مقاس الكب. هنلف شريط القياس بالانش عند الحرف اللي تحت الصدر مباشره، وناخد المقاس مظبوط، ويكون شريط القياس ولا هو مشدود ولا هو مرخي، يعني ولا تشدي جامد وتزمي قوي ولا هو مرخي. لازم تكوني واخده نفسك بشكل طبيعي وانتي بتلفي شريط القياس حوالين الخط اللي تحت اسفل الصدر على طول. تاني مقاس معانا هو مقاس محيط الصدر. لازم تلفي شريط القياس بشكل مظبوط على اعلى نقطه في الصدر، بحيث انها برضو ولا تكون مشدوده ولا تكون مرخيه عشان تعرفي تاخدي المقاس صح. مقاس اسفل الصدر لما بناخد المحيط بتاعه هيطلع لنا رقم، الرقم ده لازم نضيف عليه يا اما 4 لو رقم زوجي، او نضيف عليه 5 لو رقم فردي. ليه بنضيف الارقام دي؟ الارقام دي بنضيفها براح. لو رقم زوجي بنضيف له 4 عشان هو يفضل رقم زوجي، لو رقم فردي بنضيف له 5 عشان نحوله لرقم زوجي، لان احنا المقاسات بتكون 30 32 34 36 وهكذا، كلها ارقام زوجيه، فلازم نحول الرقم لرقم زوجي. يعني لو هو رقم فردي ضيفي له 5، ولو رقم زوجي ضيفي له 4. انا بعيد المعلومه بس للتاكيد. لما خدنا محيط الصدر ما زودناش عليه حاجه، اللي هو محيط القب من فوق اللي هو اعلى نقطه في الصدر، تمام، ده ما بنزودش عليه حاجه. هنجيب الرقمين دول اللي هو محيط القب ومحيط اسفل الصدر وهنطرحهم من بعض، هيدينا رقم. الرقم ده لو 1، لو الفرق بين الرقمين، لو فرق الطرح بين الرقمين طلع 1 يبقى انت مقاسك A، لو B يبقى انت 2، وC 3، D 4، E 5 وهكذا. يبقى القب بيعبر عنه الحرف، وده الحرف ده الفرق ما بين محيط الصدر واسفل الصدر. انما الرقم اللي طلعناه زوجي بعد الحسبه اللي احنا حسبناها ده محيط الاستك اللي بيتلف حوالين الصدر. اتمنى اكون افدتكم، لو حد عنده اسئله يسالها لي وانا اكيد هجاوب.